كنت يلاه هبطت من المترو وغادي خارج في لي زيسكالاتور طالع باش نخرج للخرجه في الدروج الكتريك. هما يشدوني واحد الاشارات على اليمين وعلى اليسار ديالي، وبقيت كنحلل في هذاك الشيء كيف ما نبارطاجي معكم في الفيديو دابا. هذا الشيء اللي شفتوه في الفيديو دابا ماشي غير بلايك معلقين في الطلعه ولا في الدروج ولا في الخرجه ديال المترو، وانما عندهم واحد المعنى اللي كبير وكبير بزاف، هو اللي غادي نشرحه لكم في هذا الفيديو. هذا الشيء هو اللي كيتسمى في عالم الماركتينغ واللي ديجا هضرنا عليه في الفيديو اللي قبل، ترانزيت ادفرتايزينغ. الا كنتي باغي توصل لملايين ديال الناس وبالاخص الناس اللي كيستعملوا وسائل النقل في شي مدينه اللي كبيره بحال روما، فهذه وحده من افضل الطرق ومن اقوى الطرق اللي تقدر تسوق بها المنتجات ولا لي سيرفيس ديالك. والحاجه اللي بغيت نبارطاجي معاكم واللي خدات ليا وقت بزاف وانا كنحللها مع راسي، حيت انا من واحد الناس اللي كيستعملوا المترو بشكل يومي، لاحظت ان بزاف ديال الشركات وديال لي سيرفيس وديال لي برودوي كيكونوا لي بوبليسيتي ديالهم ولا التسويق ديالهم كيكونوا في محطات ديال المترو بزاف، وخصوصا لتحت فاش كتبغي تشد المترو. وهنا وانا نطرح واحد السؤال مع راسي وقلت واش هاد لي سوسيتي وهاد الشركات كيختاروا لي ستاسيون ديال المترو زعما غير هكاك عشوائيا باش يحطوا فيهم هاد لي بوبليسيتي ديالهم بواحد الكميه اللي كبيره وبواحد الكثره؟ كاينه شي حاجه من ورا داكشي واللي هي فهمتها من بعد. وكيف ما كيعرف كل شيء، الا بغيتي تشد المترو خاصك تهبط لواحد المسافه كبيره تحت الارض، وهنا اوتوماتيكمون كيديزاكتيفا لك الريزو في التليفون ديالك، وما كتبقاش شي حاجه اللي تقدر تشتت الانتباه ديالك من غير انك تخشي التليفون في جيبك وتبقى تشوف هذوك لي بوبليسيتي اللي دايرين الشركات. وهنا كتقدر تكون انك فهمتي علاش بزاف ديال الشركات كيحطوا لي بوبليسيتي ديالهم وكيسوقوا لي سيرفيس ولي برودوي ديالهم في لي ستاسيون ديال لي مترو، خصوصا في البلاصه لتحت فاش كتبغي تشد المترو ولا طالع ولا هابط ولا شي حاجه. الا عجبك الفيديو واستفدتي من هذه المعلومه ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابك، سيرتو الناس اللي كيستعملوا المترو يوميا. تشاو.